لما المخدرات تخليك ترفع سلاح على ابوك، يبقى دي مش بس نهايه الرجوله، دي نهايه كل حاجه. تخيل ابن يقتل ابوه بايده، وده مش فيلم ولا مسلسل، دي كارثه حصلت في قريتي في الكوبانيه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا طالع اتكلم في وجع ومصيبه حصلت في قلب بلدي. واحد من عيالنا ومن ولاد البلد ضارب المخدرات ومش شايف قدامه، شارب حاجه خلته يفصل تماما عن الدنيا، وطبعا النتيجه جت ابوه. وكان راجل معروف بطيبته رحمه الله عليه، ابوه اللي رباه وشقى عشانه، واللي كان حلمه يشوفه راجل، كل ده ضاع في لحظه سودة بسبب المخدرات. والله يا جدعان دي مش رجوله، المخدرات داهيه سودة تاكل فينا واحده واحده. اللي بيشرب النهارده هيبيع بكره وهيقتل بعده. وبقينا نشوف جنازات اكتر من الافراح، وبيوت بتتحول لعزل، امهات بتدفن عيالها. وانا مش شيخ ولا واعظ، انا واحد غيور على بلده وعلى سمعه اهلي وناسي، واللي شفته خلاني اقول كفايه. لو ابنك بيشرب ما ينفعش تسكت، وديه يتعالج، احبسه، بس ما تسيبوش يضيع. ان مين اللي هيتحاسب؟ الراعي، اللي هو الاب او الام او اللي ساكت عن الغلط وهيكون شريك فيه. كلامي ده مش بس الاهل في الكوبانيه، ده لاي حد في اي بلد. المخدرات مش هتسيب حد، فلازم تخلي بالك من نفسك ومن اخوك ومن صاحبك. نبدا حملات عليها قويه من تاني، نقف ايد واحده مع بعض مره ونقول لا للمخدرات. لازم الفيديو ده يوصل لكل الناس. حسبي الله ونعم الوكيل.